أهلا بيكم في قهوة النجوم. في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلونا نبدأ بأهم لقطة خطفت الأنظار. إيمي سمير غانم اللي رغم إنها ما صرحتش رسميا الكل لاحظ ذكائها في إخفاء الحمل بطريقة لفتت الأنظار جدا. ظهرت إيمي في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بإطلالة خطفت القلوب. لبست فستان طويل واسع باللون الأحمر الناري من خامة الستان، لكن حتى الآن مفيش تصريح رسمي بحملها. انتوا شايفين ايه؟ يا ترى حامل فعلا ولا لأ؟ نروح بقى للمهرجان نفسه اللي بدأ فعالياته وسط أجواء ولا أروع. الدورة الرابعة مستمرة لحد 14 ديسمبر تحت شعار للسينما بيت جديد في جدة التاريخية. المهرجان شهد حضور ضخم لنجوم عالميين وعرب زي ويل سميث وجورجينا وياسمين صبري وإلهام شاهين ونادية الجندي ولبلبة ويسرا وأمينة خليل وبشرى ويسرى اللوزي وصبا مبارك ونادين نجيم. والثنائيات اللي خطفوا الأنظار إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد ومنى زكي وأحمد حلمي ومي عمر ومحمد سامي وأحمد داوود وعلا رشدي ومحمد فراج وبسنت شوقي. إطلالات النجمات كانت قمة في الأناقة والجمال. مهرجان البحر الأحمر السينمائي مش مجرد منصة لعرض الأفلام، لكنه احتفال بصناع السينما والمبدعين. الدورة دي بتأكد إن السينما في المنطقة العربية ليها مكانة عالمية، وإن جدة بقت محطة مهمة لكل نجوم العالم. قولوا لنا رأيكم في إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وشايفين إن إيمي سمير غانم فعلا مخبية حملها ولا مجرد تخمين؟